ليه في أطفال أول ما يشوفوا حاجة جديدة يجروا يتعلموها بحماس، وفي أطفال تانية مجرد ما يسمعوا كلمة مذاكرة يحسوا بالزهق أو التوتر؟ هل فعلا في طفل بيتولد بيحب التعليم وطفل تاني لأ؟ ولا إحنا من غير ما نحس ممكن نكون السبب؟ الحقيقة الغريبة إن أي طفل طبيعي بيتولد عنده فضول مرعب. بص لأي طفل صغير هتلاقيه عاوز يفتح كل حاجة، يسأل عن كل حاجة، ويجرب أي حاجة. الطفل أصلاً متبرمج على التعلم. طب إيه اللي بيخلي طفل يحب التعليم وطفل يكرهه؟ الموضوع غالباً يبدأ من أول تجربة. تخيل طفل رسم رسمة وراح فرحان يوريها لحد كبير، فتفاجئ بحد بيقول له: إيه ده؟ مش عارف ترسم حتى؟ أو طفل سأل سؤال فحد رد عليه: اسكت بقى، صدعتنا. أو طفل غلط فتقارن بحد تاني: بص ابن خالتك أشطر منك. المواقف دي شكلها بسيط، لكن مخ الطفل بيسجلها ويبدأ يربط التعلم بشعور وحش: إحراج، توتر، خوف من الفشل. ومع الوقت يبقى أي شيء فيه تعليم عامل زي التهديد بالنسبة له. لكن في طفل تاني كل مرة يجرب فيها يلاقي تشجيع حتى لو غلط. حد يقول له: عادي، جرب تاني، حلو إنك حاولت، أنت بتتحسن. فالطفل يبدأ يحس إن التعلم لعبة مش اختبار. وعشان كده واحدة من أخطر الحاجات اللي ممكن يعملها ولي الأمر إنه يخلي الطفل يخاف يغلط، لأن الطفل اللي خاف يغلط غالباً هيبطل يحاول أصلاً. والأغرب إن أحياناً الأهل بيكونوا فاكرين إنهم بيشجعوا ابنهم، لكن هم بدون قصد بيضغطوا عليه. لما كل التركيز يبقى على الدرجات والتفوق والمقارنة، الطفل يبدأ يحس إن قيمته مرتبطة بالنجاح فقط. لكن الطفل محتاج يسمع: أنا فخور إنك حاولت، أكتر من جبت كام. وفي نقطة مهمة جدا: دلوقتي الموبايلات والسوشيال ميديا بقت بتدي الطفل متعة سريعة جدا. فيديوهات قصيرة، ألوان، أصوات، حماس كل ثانية. فالمخ يتعود على المكافآت السريعة، ولما يجي يتعلم حاجة محتاجة صبر يحس إنها مملة. عشان كده اللعب الحقيقي مهم، الرسم مهم، الحركة مهمة، والقصص مهمة. الحاجات دي بتعلم الطفل يستمتع بالاكتشاف الطبيعي. بس يمكن أهم نقطة كلها إن الطفل يشوف الكبار نفسهم بيتعلموا. لما يشوف أبوه أو أمه بيقرأوا، بيسألوا، بيغلطوا عادي، وبيتعلمي من الغلط، هيفهم إن التعلم مش عقاب ولا حاجة تخص المدرسة بس، ده جزء طبيعي من الحياة. فيمكن السؤال الحقيقي مش إزاي أخلي ابني يذاكر، يمكن السؤال الأهم: تفتكر كام طفل كره التعليم مش لأنه غبي، لكن بسبب طريقة التربية اللي اتربى بيها؟ واكتب في التعليقات أي فكرة محيراك، ويمكن قناة جت في بالك تعمل عنها حلقة كاملة. وما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وشير، واكتبوا لنا في التعليقات أي حاجة محيراكم وهنعمل عليها فيديو مخصوص.